النادي قصة أو داخل مؤسسة الحسيني الثقافية لترى طبعا بعينيها دائما التي تحمل عيون الصقر وتقع على مواطن الجمال وبعض الإخفاقات في الأعمال الأدبية. الأستاذة الدكتورة والأديبة منى حسين لتناقش رواية همس المقابر للأديبة رانيا حمدي إبراهيم. شكرا جزيلا للأستاذ سامي الناصف على هذا التقديم، وشكرا على رؤيته النقدية التي استعدنا بها جميعا، وشكرا طبعا للحضور الكريم. العمل في عنوانه زي ما شفناه كده همس المقابر. ده كل شاهد الموجود على المقابر دائما ملطخ بالدماء، فهي ليست وفاة طبيعية. معظم ما يحتوي هذا الكتاب من حكايات كانت بتتكلم في جرائم، وممكن نقول كمان كان في معظمها انتحار. انتحار كمان يا دكتور. شوفي يا بنتي، أنا في رأيي أن الأدب لابد أن يكون له رسالة اجتماعية. اللي هيقرأ اللي انت كاتباه هيحس إنه لسه إن هو ده يبقى هو الحل الوحيد، وده مش ممكن. بالعكس، الأدب مفروض يفتح مسارات جديدة للإنسان. ربما يخطئ، ربما يتعرض لظلم ما، لاعتداء ما، اللي مات بالقتل أو بالجرائم اللي شفناها زي الولد المسكين الملاك الصغير ده لا حول ولا قوة. هو مات لأنه نتيجة إصابته دي ما عرفوش يعمل، فهو مات. أما البنت الجميلة مرام دي تعرضت لمأساة معاها إن هي صدمة ضخمة في صاحبتها وفي اللي حصل لكن أقدمت على الانتحار، وتكررت نفس الموضوع في الولد اللي هو كان على علاقة ما بأخته، وفي الآخر برضو انتحر. لا، أنا مش عايزة نستسهل في إن احنا نقدم حلول أي حد يعملها. بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. فليه ما نقدمش نماذج بعد ما تعرضت لمأساة كبيرة قدرت إن هي تواجه الحياة بشكل مختلف، واللي ربنا بيغفر له. يبقى البني آدم هينسى. الإنسان يعني النسيان عنده من أهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليه. لما اتكلم في 10 حكايات وبنتكلم في نماذج، انا في لحظه من اللحظات كده وانا بشوفها انا حسيت ان انا في صفحه حوادث. فدي حادث ما حصل في الاستاد وحصل فيه مشكله ما، وبالتالي الولد ايه اللي حصل، وتدخل بقى الشرطه، تدخلت والحمد لله انها وصلت الى الجاني وتم بالفعل القبض عليه وعقابه، ولكن في النهايه الولد مات. المهم في المغزى اللي قلتيه اللي هو التحليل النفسي للأسرة. الزوجة ازاي اتجوزت زوجها ده؟ هو حاسس انها مهملة. هو لما اتجوزها ما كانش راضي عنها، ده فرض عليه ان هو يتجوزها. الله، ده المجتمع مش بس البنت اللي بتفرض عليها، ده الولد كمان لمصالح مادية. شركوا في المصنع، هيبتدي يجوزوا بنته عشان خاطر يناموا مع بعض، وهتبقى شركة في البيت وشركة في الشركة وشركة في مش عارفة ايه وفي العمل. فهو مش راضي عنها، وهي شخصية فعلا مش مسؤولة. مش هنحملها كل المسؤولية، لكن ده اللي حصل. لما نيجي لل 10 حكايات هلاقي ان انت واخداها الانترودكشن دي، المقدمه اللي انت كاتباها زي ما بقولك بتؤكد اللي انا بقوله.
لان ما فيش حد بيقول في الحادثه ايه فلان قتل فلان او تم العثور على جثه كذا، لا، لازم يبقى ليها المقدمه في الاول ان في حاجه معينه ولا الدنيا. فده انت واخده هنا الشكل الصحفي اكتر من الروائي. واخده بالك؟ المقدمه ممكن تبقى باراجراف 2 لكن مش صفحتين. فاهماني؟ لان انت عايزه توصلي رساله ما او تمهدي للحوادث اللي هتشوفيها او تقوليها. الراوي هنا هو راوي اللي بيقوم بدفن الموتى، لان هو اللي يشوف كل حاجه. هل هي الجثث اللي قالت له؟ ده انا هنا بقى قدام صحفي اللي هو شاف الجريمه، ولما انتهت بدفن الجثه ابتدى يتقصى الحقائق حول هذه الحادثه ويعرف الاسباب. وهو بيعمل ده هو كشف لي العوار اللي موجود في اسر، موجود في مجتمع، موجود في صديقه زي اللي شفناها اللي هي مع البنت اللي هي مرام اللي هي لبنى دي. لما حد بيحس ان هو ساعات نقول لاولادنا يعني انتقوا اصدقائكم، لازم يكونوا على نفس مستواكم. لان في هنا الصديقه دي كانت حاقده بتعاني من الغيره اللي وصلتها انها تاذي صديقتها عشان تبقى زيها، لكن صديقتها ما تربتش زيها فما استحملتش العار ده، وبالتالي كان رد فعلها الانتحار. لما نشوف الزوجه اللي هي حاسه انها بتعمل كل حاجه وتفاجأ ببنتها داخله مع واحد في عماره، ايه ده انا متجوزاه. لا انت متجوزه من غير ما تاخدي رايي؟ طب ما بابا عامل كده. لا ده انا هخلي بابا يتجوز قدامي بقى وانا اللي هشوف. ولما تجهز له البيت تنتحر. مفيش مواجهه. خدي بالك الانتحار ده هروب من الواقع وهروب من المشكلات اللي المفروض نواجهها. احنا مش عايشين في يوتوبيا، احنا مش عايشين في عالم مصر، احنا عايشين في مجتمع في معظمه يتصارع، الاخ واخوه، الاخت واختها. ما يبقاش علني، ممكن يبقى منافسه شريفه، ممكن يبقى ده، لكن كل واحد مننا عنده تارجت، عنده هدف معين عايز يعمله. البعض بيستغله ويبقى على حساب حد تاني حتى لو كان اخوه. فنيجي هنا في المجتمع الصديقه خاينه، الزوجه مختلفه، الزوجه الجميله اللي قهرت حماتها، جابت لها جلطه وموتتها، وان حماها قاعد قافل على نفسه الباب. ما هو احنا مش عارفين هو واصل لايه، ما هو برضه ربما خايف من حاجه وعنده معلومه مش عايز يقولها. والزوج الغلبان الكادح اللي بيجري، واخوه لما يجي هي بتفكر ازاي؟ الاخ بيهرب، حريص على علاقته باسرته بباباه واخوه، ومش عارف طبعا امه ماتت ازاي، الى ان يكتشف الزوج ده. النهايه هي ماتت، لكن هو اتأذى، هو اتعرض دلوقتي لعقوبه، فده مش حاجه لطيفه. انت فاهماني؟ كان يقف تاني. اذا النماذج اللي احنا بنتكلم فيها، يمكن المحامي الجميل ده اللي هو فرح ببنته وحس انها زي ما بيقولوا ايقونه امل او بارقه امل او رمز كده، تفائل بيها وكانت وشها حلو عليه زي ما بيقولوا، فنجح وابتلى وحب يقرب منها، لكن هي جواها جرح. فقدانها لخطيبها كان مؤلم بالنسبه لها ومش قادره تنسى. حاول يقرب منها، لكن اللي حصل هي في الاخر ابتدت تحبه فعلا، لكن هي حست ان في مشكله ما. لما جه يساعدها ماتت. هل هي ماتت ولا انتحرت؟ انت فاهماني؟ وبالتالي لما دفنها هو صاحب كل الحكايات اللي حصلت دي، هو اللي شاهد، هو ده بيقول كل حاجه، ده بيروح يحضر الدفنه ويكتب الحادث كامل في مذكراته ويرجع يأتنس بيها، تقول اصلها بتخاف من الضلمه، اصلها ما بتحبش تقعد لوحدها. هو عارف مقبرتها وهو خلاص ده بقى وطنه، ده نموذج. واخد بالك؟ لا شوفي، مهم قوي واحنا بنكتب حاجه
يعني انا حتى في قصصي لما بكتب مجموعه مش كلها وردي وردي وردي، لا، بس هلاقي دايما في حاجه نهايتها حزينه غصب عني، هي ما تجيش الا كده، لكن اكثرها لواحده ثانيه نهايتها سعيده شويه. اصل خدي بالك ان دي انا ممكن اصنفها انها مجموعه قصصيه. بالظبط، دي اشكاليه. انت فاهماني؟ لانها هو بس الراوي الوحيد هو اللي ماشي معايا، اما الاحداث مختلفه تماما، والنماذج من المجتمع، الافراد المختلفين، ده حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه، هنا طفل، هنا زوجه، هنا ابنه، هنا اخ، هنا ام. فانا شفت هنا صديقه، هنا يعني عارفه كل مفردات المجتمع المحيط بالانسان ممثله في هذه الحكايات. اللي بس بيربط بينهم هو الراوي، اللي هو بيستنطق الاحداث، لان المقابر لا تهمس ولا تتحدث. الصمت هو الذي يصل. مش فاهماني؟ لكن لما اقول ده يبقى لازم ابقى انا الرابط غير، ممكن تكرار شخصيات اخرى، ممكن حاجات معينه. انت فاهماني؟ لكن حكايات هنا انا لو جيت افلتر الكتاب اللي انت عاملاه مع الصفحات اللي انت عامله فيها البدايات زي ما اتكلم الاستاذ سامي عنها، مقصورات او ابيات شعريه او ما نجده في كل واحده منهم. بعدها المقدمات هلاقي ان انا مينيمم في كل حكايه 4 صفحات. طب القصه فين؟ الحكايه نفسها فين؟ انت فاهماني؟ فانا ده انا عايزه اوصل، وما تبقاش كلها كلام. خلي فيها قصه واحده، فيها يا دكتور ده معظمها يفقدك الثقه في من حولك. ده البنت اللي تم اختطافها وكانت في زي بدروم ولا حاجه، وكان هي ما تعرفش ان هو باباها ولا شايفاه ومقيده، وهي ناويه ان ده هتقتله سجينه الظلام دي، وتفاجئ بعد ما تقتله ان هو معاه صوره هي ما يعرفش. ما يمكن بقى نرجع بقى تاني نقول الزوج العازب اللي اتجوز 50,000 واحده ودي كانت بنته وهو لا يعرف ولا هي تعرف، وتم اللي حصل ده وماتت ومات. ده توجيزر، ده احنا نهينا القصه بابطالها. انت فاهماني؟ نماذج كلها تفتقد الى عاداتنا وتقاليدنا، الى قيمنا، الى ديننا، لان الدين دايما بيبعث على الكفايه. بنمر بازمات لكن هناك بارقه امل، ان لم تكن في الدنيا فهي في الاخره. فاحنا لازم نمشي على مسار صحيح بما اوصلنا به من تعاملات وعلاقات، لان العلاقات لازم تكون سويه. المجتمع ما بيتكونش لوحده، ما تبقاش مش كل واحد يبقى لوحده كده وبقى قاعدين في المكان ده يبقى مجتمع، ولا كل واحد في اسره كل واحد لوحده يبقى مجتمع او يبقى اسره. لا، اذا الترابط، القيم المختلفه. بنشوف ان في ناس حزينه بشافت ان النماذج اللي اتقتلت واللي ماتت واللي عملت راحت تدفنها لانها محبوبه، لكن مش عارفين ليه هي عملت كده. ما يمكن كانوا غفروا لها، ما يمكن لازم طالما الذنب مش باختيارها يبقى لازم اديها بعض المبررات. علشان بقول لك الادب يا جماعه، الادب ده ليه هدف كبير قوي. هو جايد، موجه ومرشد لافراد المجتمع، وخاصه الشباب اللي بيقروا الحاجات دي، علشان يبتدوا هم كمان ينتبهوا، يبتدوا هم يلاقوا ان في مخارج، يبتدوا ينصحوا بعض. انت قدمتي نماذج هنا كل واحد، بس خدي بالك ده كده كل واحد يمشي لوحده. الاخ لوحده والاخت لوحدها والصديق لوحده والاب لوحده والام لوحدها. ده احنا ما حسيناش ان احنا دعمنا بعض، محدش دعم بعض. ده البنت نفسها لما مامتها ماتت وهي عارفه ان مامتها مظلومه ما حضرتش الجنازه. ده كان شاهد كبير قوي انها
وانت بتحملي مامتك المسؤوليه ان باباكي راح مع صاحبتها وحاجات كده، وهي تقول طب تعالى اتجوزها وانا هعمل لك البيت جميل، وراحت مموتة نفسها. ده يعني منتهى، هو يسمي ايه؟ التفريط. لما حد بيفرط في حقوقه ما عندوش الا اذا كان بقى مش مهم يلا في 60، بس هو في 60 مش انا كمان. انت فاهماني؟ مش لازم، هو خلاص هو اختار طريق تاني واختار ناس تانية. جود لك. وعيش انا بقى حياتي بنفسي. لكن انا اوفر لك كل حاجه وانهي حياتي بنفسي. يعني خسرت دنيا واخره. خدي بالك ان دي رسائل يا حبيبتي، فاللي بيقراها لازم يحس ان انت بتقولي حاجه ايجابيه. خلينا بننصح. في نماذج سيئه، لكن في نماذج ايجابيه في نفس القصه، عشان اقول ان ده كويس وعمل حاجه ايجابيه وده سيء، فاجتنبوا ده او كونوا على حذر. صحيح في معظم الاحيان الحذر لا يمنع قدر، لكن على الاقل يعني اللهم اني اسالك اللطف فيه. لو في يعني كارثه ربنا يلطف بينا بقى، يكون جنبنا حد تاني يحتوينا يطبطب علينا. لكن ان احنا نقدمها كلها دار كده، كلها بالسواد، صعب يا حبيبتي صعب. فلازم وانت بتكتبي ده اعملي، مش هقولك تبقي مرشده اجتماعيه وناصحه لكن على الاقل قولي نموذج. ما هو الحياه انت عايشه فيها وانا عايشه فيها والدكتور عايش فيها وكلنا عايشين فيها ده وفيها ده. احذر قدر المستطاع، اتعامل في ليميت، واخده بالك، في حدود مع الناس، واعيش ببساطه وما اديهمش فرصه ان هم يستغلوني او يعملوا حاجه فيا او يؤذوني، ولا في الاخر انهي حياتي بايدي. لان دي من اسهل ما يكون. ده في الغيظ او في الغضب يقول لك والكاظمين الغيظ، فما بالك بقى في دي. ازهاق الروح دي من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. ده خلاص، ده خرج من الدين، ده كفر. بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه. كفر. واخده بالك؟ فانا معاكي انك تقولي في مشكلات كتير موجوده. انا ما بنسيش ولا واحده من اللي انت كاتباهم خالص، كل اللي انت قلتيه موجود. كنماذج موجود اكتر منها. والخال الجميل اللي كان بيدخل عليهم ابن خالة مامتهم وكذا وخطف البنت واذاها وقعدوا يلفوا عليها والشرطه. انت هنا بقول لك عشان كده انا حسيت ان دي صفحه حوادث. لان شكرا بارك الله. واخده بالك؟ فيبقى انا هنا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان انا عندي الامان قوي كده مش مطلوب. فاهماني؟ لان بعد كده بيحصل منه ايه؟ بيحصل منه مشكلات. زي ما شفنا ان هو يختطف البنت الصغيره ويأذيهم والشرطه اللي تجيبه. الثاني بتاع الاستاد برضه يبقى المشرف على حجره الملابس وتغيير الملابس، هو برضه الشرطه اللي تجيبه. عشان كده انا بقول لك انا حسيت انها حاجه بوليسيه اكتر من هي حكايات عاديه، بس مش اجازه كريستي. لا لان انت ما دخلتيش في الاريا دي، واخده بالك؟ انت داخله في حته ثانيه. فاللي انا اقصده ان احنا دايما بنتكلم في ان احنا بنقول قصص مختلفه، علاقات مختلفه، ولكن لابد ان يكون هناك مخرج، ان يكون هناك حلول، ان يكون هناك طرف اخر. لكن ان احنا كلها سوداويه. صدقيني انا اللي هدفه ان احنا دايما لما بنقول حاجه انت كاتبه حلو ما شاء الله، اسلوبك حلو. يعني انا مش هقول لك، انا دايما اقول ايه؟ لكل عمل ادبي له ما له وعليه معنى. يعني من بدايه من الاهداء. انا مبسوطه قوي باسلوبك فيه قوي. طبعا الوالد وفاء. واخده بالك؟ يعني لا مش بس الاهداء يا سوري، ده المقدمه كمان يا دكتور. لعنه ام قدر؟ حينما تعلن الخيانه اكتساح حياتك فتقابلها بالقتل. حينما تبدا في مواجهه احزانك لتصدم في العديد منها. حينما تجتاح المصائب
حياتك فتبدا في تلاشيها لتبدا من جديد. شوف الكلام ده على فكره ده مباشر، ده مباشر لكن ما بانش جوه. جوه متخيله حينما تهوي نفسك للشر فتساق خلفها دون التفكير. تفكير عن العواقب ولا في العواقب؟ في العواقب. حينما تقرر البوح أو البوح عما تشعر به لتنال حريتك فتنالها دون البوح أو المواجهة. حينما تبدأ في البحث عن الحقيقة، كلها تساؤلات فلسفية على فكرة، فتعثر عليها وتصدم في واقع أليم لا فرار منه. حينما تصيبك سهام الحب فتخترق قلبك دون سابق إنذار لتعمي عيناك. تعمي عيناك ولا عينيك؟ عينيك المحب. عينيك. يبقى هنا دي مفعول به. عن كل ما هو جميل وتجعلك ترى كل قبيح جميل. حينما العديد من الأشياء التي نرغب بها ولا تتحقق فنعتقد بأننا ملعونون في البداية، ثم ندرك أن ما يحدث ما هو إلا قدرا ولا قدر. فأقدارنا مكتوبة بالكامل من قبل تواجدنا في أرحام أمهاتنا، ولكل منا كتاب مفتوح تدون بصفحاته أعمالنا. نحشر في النهاية جميعا في يوم الحشر لتبدأ محاسبتنا أمام المولى عز وجل. كتير يعني مثلا النموذج اللي طرحه أستاذ سامي لتوصيفك للنضارة، نضارة كعب الكوباية دي ما تجيش إلا في نضارة النظر، ما تجيش في الشمس. نضارة الشمس دي يعني جدا ملهاش دعوة. لما نتكلم في البركان ما ينفعش أقول البركان لازم البركان يثور، لكن انت كاتبه هنا حاجه ثانيه خالص. هقولها لك كده في صفحه كام؟ خدت بال حضرتك من دي؟ في حاجات يعني انا عايزاكي تقولي ايه مثلا. الدكتوره بتشير، خلي بالك. انت انا يعنيني ده. فمثلا في كلمه اللي هي البركان دي يا دكتور فين؟ تيار البركان. لا هنا هي ثوره. ثوره اسمه الربط. ثوره. ولا الربط؟ واخده بالك؟ ثوره البركان ما ينفعش اقول كده. فانت هتلاقي حاجات مختلفه. كتير زي ما انا قلت لك. انت هنا بتتكلمي في واقعيه لكنها واقعيه مؤلمه، واقعيه مزعجه، تفقدنا الثقه في كل من حولنا. لازم نكون حذرين، لكن ما ينفعش كده. تطرقتي موضوع الاغتصاب وهكذا من البنت اللي غيرها ليه لا، فاهماني؟ ماشي موجود وكل حاجه موجوده، لكن النهايه مش دي اللي احنا عايزينها. وزي ما قلت لك ان البطل هنا هو المحامي اللي حب الفتاه وفي الاخر قاعد جنب مقبرتها وابتدى يشوف الاحداث الجثث اللي داخله، ولما يلاقي الدم عليه يقول له اصلها كانت في حادثه. هي مش حادثه، ده هي اللي انتحرت. واخده بالك؟ شايف الدم في الكفن وهكذا، ولما بيفتح على وجوههم وكل مره بيصدم، لكن هو قاعد الى ان يلحق بحبيبته في المقابر. ودي قصه او انا اعتبرها اللي هي الفاينل او النهايه بتاعته، ان هو بينتهي جنب حبيبته. واخد بالك؟ لكن هو انتهى صح، لم ينتحر ولم لكنه هدر الدنيا التي عاش معها فيها وعاش بجانبها. فده مهم. واخد بالك؟ فيعني كعمل اول يعني انا في رايي بدايه قويه، واخد بالك؟ لكن تلاحظي دايما في الملاحظات اللي قلت لك عليها عمليه ان احنا المقدمات ازاي، عمليه الجمع اللي احنا بنتكلم فيه، وده هتلاقي صفحات 147 صفحه لو احنا فلترناهم عشان دي 90 صفحه، وهتبقى صح، مش هتبقى ننقصها اي شيء، وهنقول اللي احنا عايزينه، وخلي جزء فيه امل وجزء فيه نهايه مختلفه، لان ده خليها نصح، خليها توجيه، خلينا بنقول حاجه رسائل ايجابيه لكل القراء صغار كانوا ام كبار، علشان ما حدش يختلف معاكي او تحس ان انت وصلتي رساله سميها الباد افكت، ليها تاثير سيء على الناس وعلى القارئ وعلى المجتمع وعلى كمان.
فألف مبروك يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله النجاح والتوفيق في عمل آخر، وشكرا جزيلا لكم جميعا.